مرحبا بكم في قناة تارو الحكمة. بناخد النهاردة قراءة بنوضح فيها إجابة سؤال: من الشخص القادم في حياتي الفترة القادمة، أو بيبتدي يدخل في طاقتي هذه الفترة؟ هل هو شخص جديد ولا شخص من الماضي؟ في مجموعتين، في حجرين، كل مجموعة تختار حجر. كل مجموعة تختار حجر. تمام؟ حجر الفيروز وحجر الأماتست. هناخد المجموعة الأولى، حجر الفيروز. تمام؟ حجر الفيروز، وهنشوف المجموعة الأولى من الشخص القادم في حياتك. بسم الله. الشخص القادم في حياتك بشوف انه شخص ناضج، في نضوج قدامي. بشوف انه شخص ناضج، في قلبه حب. هو شخص ممكن يكون كبير شوية في السن عنك او عنك يا اللي قدامي او عنك، لكن قلبه شباب، يعني قلبه تحس ان هو شباب. هو شخص فيه يعني شخص ممكن يكون غني ثري، ممكن يكون اكبر شوية في السن، يعني كبير عنك او كبيرة عنك. الشخص القادم ده في سن ما بينكم يعني، لكن هو صاحب مكانة، صاحب مكانة، بزنس مان، او تحس ان هو كمان عنده قيمة عالية الشخص ده. بس في قلبه حب، يعني تحس ان قلبه صغير وشباب، عايز يحب وعايز يرتبط وعايز يعيش. وكمان هذا الشخص عايز ارتباط، يعني هو التعارف ده بغرض الارتباط. كمان الشخص ده بيحاول ما يظهرش قوي في الاول اهتمامه بيك، لكن بيسيطر على مشاعره شوية. لكن الشخص ده يعني بيشوفك وبيقابلك بشوف كمان ان هو ممكن يقابلك في شغل او في مكان عمل. بشوف كمان ان الشخص ده كمان في كيمياء ما بينكم متبادلة. الشخص ده تحس ان هو ممكن يكون كبير شوية، بس في كيمياء ما بينكم متبادلة، كمية حب، كمية مشاعر، كمية روح. كمان في رومانسية، الشخص ده بيحب ويعشق الرومانسية، هو أصلا شخص رومانسي. كمان بيطلب منك انك الشخص القادم او هيطلب منك ان انت تبادله ولو مشاعر حلوة بسيطة، علشان يقدر يبوح لك باللي في قلبه. يعني هو مش هيقدر يتكلم ابدا الا اذا شاف منك نظرة كويسة، تلميح، حسيت. يعني لو انت شفته تحس ان انت، هو محتاج منك بس مبادرة. كمان الشخص ده ممكن يكون بيحب الأطفال ونفسه يكون عنده طفل. كمان بشوف ان الشخص ده متجاوب معاك جدا رغم سنه كبير، بس في مكانة وبيكون نقلة في حياتك. طيب، هل هو شخص من الماضي أم شخص جديد؟ هل هو شخص من الماضي أو شخص جديد؟ أنا بشوف إنه شخص جديد. أنا بشوف إنه شخص جديد، يعني أصحاب المجموعة الحجر الفيروز، أنا بشوف إنه شخص جديد. كمان بشوف حاجة تانية، إنك أنت عندك صدمات قبل كده ومشاكل نفسية مع علاقات قبل كده، وده بيعوقك شوية يا اللي بتسمعني.
وكمان بشوف انك انت عندك مخاوف، يا اللي بتسمعني او يا اللي بتسمعيني، في مخاوف بتمنعك من الارتباط اصلا. يعني تعرضت قبل كده مثلا لخذلان، او شخص يعرف عنده علاقات، فحاسه ان انت طاقتك بتقفل، مش عايز تعرف حد جديد، او بتحن للماضي شخص من ماضيك كمان يعني. فهذا الشخص قادم لحياتك، ودي كانت مجموعة رقم او المجموعة حجر الفيروز، وناخد المجموعة التانية. بشوف كمان ان الشخص ده يا مجموعة رقم الفيروز ان هو شخص ثري، وتحس انه شبهك برغم ان هو ممكن يكون في بينكوا سن، لكن هذا الشخص صاحب مكانة انت هتحبها او هتحب هذا الشخص، يعني هتستريح له، هتحس ان هو حد مميز ومهم. اوكي، ناخد المجموعة التانية. المجموعة التانية بشوف كمان هو شخص صغير في السن، العكس بقى شخص صغير في السن بس عنده ثراء برضو، وشخص عنده مكانة، بس متعدد العلاقات. يعني يعني هيظهر في حياتك شخص متعدد العلاقات. اعتقد ان دي عشان افكارك برضو ومخاوفك بتجذب شخص عنده تعدد علاقات، لكن بشوف كمان ان هو فرصة حلوة قوي ليك، وانه ظهوره ليك هيسعدك. بشوف كمان ان انت هتشعر معاه بالفرحة بالحب ده اول ما هتشوفه، او هتعرفه هتحبه قوي، او هتتبسط قوي انه وقع في حياتك او ظهر في حياتك. بس احذر من مشاكله المادية ومشاكله المالية، وكمان احذر كمان من العلاقات وتعدد العلاقات. لكن ممكن معاك انت يكون مختلف. انا بشوف انه معاك مختلف تماما. بشوف ان هو معاك هيتحول، هيتغير لما يشوفك، رأيه هيتغير تماما، او هيتحول وهيبقى شخص مش هيبقى شخص احسن، بس هيبقى شخص ممكن يكون مش مخادع معاك. يعني شخص ممكن يكون شخص هقول ملتزم، او هقول ان هو يصدق في حبك، يكون صادق في حبك. طيب انا عايزه اقول بسم الله، هل هو شخص من الماضي او من الحاضر؟ بشوف ان هو شخص من الحاضر، شخص من الماضي. ابتعد عن شخص من الماضي، انت لسه متعلق بشخص من الماضي، لسه مش عارف تنساه. فنصيحة الملائكة بتقول ابتعد عن حبيبك السابق، وانتبه ان في حد جديد كويس، ممكن حتى لو انت تعرف او تسمع عنه انه عنده علاقات، بس هيكون معاك كويس وهيحبك. فالرسائل دي رسائل بسيطة بس بتوضح لك حاجة هي بتدور في حياتك. انا بشوف ان الشخص الجديد ده فيه جواز مؤكد قريب. بشوف كمان ان انت تصارحه باللي في قلبك وبمخاوفك، بس من غير ما تجيب له سيرة الماضي، مش افضل حاجة. صارحه باللي في قلبك، لان الشخص ده ناوي على جواز وناوي على ارتباط، حتى لو كان عنده علاقات او اي حاجة فده كان في الماضي، لكن الشخص ده ممكن يكون عايز يتوصل لك، بيحبك، وهتلاقي سعادتك معاه يا صاحب المجموعة الحجر الأماتيست. كمان شخص كان مر بحاجات كتير وابتدى ينضج. يعني حتى لو كان عنده علاقات او عنده امور تانية او نساء تانية في حياته، لكن ابتدى في النضوج وعايز يعيش معاك حياة سوية، وعايز يرتبط بيك، وعايز يكون شخص جميل على ايدك يعني، او يتغير معاك. دي كانت قراءتكم، يا رب تكون عجبتكم. اللي محتاج قراءة خاصة يتواصل على الرقم اللي موجود في البايو، واللي أول مرة يشوفنا ما ينساش يعمل لايك ويشترك في القناة علشان يوصلوا كل جديد من رسائل القناة ورسائل الشهر. احنا بنحاول نعمل رسائل بسيطة ما تكونش طويلة قوي، وهنعمل فيديوهات طويلة إن شاء الله
علشان خاطر تكون تفاصيل اكتر واكبر. اتشرفت بيكم. هو دهيب من قناة طار الحكمة، وسلام.